ننتقل إلى السؤال الموالي، وهو حول الإجراءات العملية لإنجاز الطريق الساحلية سيدي فني طنطان للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية. تفضلوا سيد نائب محترم. السيد الرئيس، السيد الوزير المحترم، نسائلكم عن الإجراءات العملية لإنجاز الطريق الساحلية الرابطة بين مدينتي إفني وطنطان، وشكرا. كلمة لكم السيد الوزير الجواب، تفضلوا. بداية كنشكر سيد الرئيس، كنشكر الفريق المحترم على هذا السؤال وعلى أهمية. بطبيعة الحال كتعرفوا بأن اليوم كلكم مقتنعين بأن أهمية الطريق في التنمية. كنبغي نضيف بأنه اليوم في المشاريع الطرقية كتعرفوا كاين عدة مستويات، كاين طرق السيار، الطرق السريعة، توسيع الطرق الوطنية، الطرق الجهوية والإقليمية، وكاين طرق في العالم القروي. المقاربة اللي احنا ماشيين فيها هو في كل إقليم كنحاولوا نديروا مقاربة تشاركية. فراه عندي برنامج إن شاء الله باش نزور الجهة ديال قلميم يعني السمارة باش نشوفوا اشنية الحاجيات، ومع السادة المنتخبين غادي نجلسوا إن شاء الله ونديروا الأولويات. فأنا يمكن لي نقول لكم احنا درنا دراسة أولية لهذا الطريق 128 مليون ديال الدرهم، 13 مليار ديال السنتيم تقريبا باش نديروا هذه الطريق الساحلية. فبطبيعة الحال حسب المعطيات أن هذه الطريق الساحلية غادا تيسر العملية ديال الاستثمار في المجال السياحي، ولا سيما هذيك المنطقة يعني عليها إقبال في المجال ديال الاستثمار السياحي. فاحنا المشروع اللي طارحينه بعد ما ننتهيوا من الدراسات قريبا ننتهيوا منها، نطرحوها كمشروع للشراكة على مستوى الجهة ككل، بالإضافة إلى محاور أخرى مهمة بالنسبة للجهة ديال الميم سمارة. وشكرا. كلمة للسيد النائب المحترم لتعقيب، تفضلوا. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، نحن لم نخطئ العنوان في طرحنا لهذا السؤال، ولكن هو سؤال غير عادي عن طريق غير عادية وعن مدينة غير عادية. يتعلق الأمر بمطلب تاريخي لسكان هذه المنطقة، ويتعلق الأمر أيضا بحركة احتجاجية رائدة جعلت من بين مطالبها الأساسية إنجاز الطريق ديال سيدي إفني طنطان. باعتبار الأبعاد التنموية والاجتماعية لهذا الطريق، فهناك منتوج سياحي كما قلتم السيد الوزير مهم يجب تثمينه، هناك منتوجات فلاحية الصبار والأركان يجب تثمينها، بالإضافة للجانب الاجتماعي في التواصل أو في العمق الاجتماعي ديال السكان ديال المنطقة مع أهل الصحراء. هذه الحركة الاحتجاجية السيد الوزير اللي كيعرفها الجميع كانت سبب في حوار ما بين السكان وما بين الحكومة السابقة، وتمخض عليها واحد البرنامج تنبوي تكلفات الحكومة بأنه تنجز هذا الطريق. فاللي تنجز الحدود الساعة السيد الوزير واحد 38 كيلومتر ما بين مدينة سيدي إفني لواد أساكا. كنقول بكل أسف بأنه هذا الشيء اللي دار راه يعتبر مهزلة. ما يمكنش نهضروا على طريق اللي غادي تربط جوج ديال الجهات وغتخترق 3 ديال الأقاليم، وغادي تكون متفسح تنموي في هذه المنطقة أنها دار بتلك المواصفات. حنا ما بغيناش ندخلوا معكم في نقاش ديال التركيبة ديال المالية أو التشاركية ديال الكون، ولكن كنقولوا بأن هذا المطلب يستحق من الحكومة الحالية أن تكون عندها إرادة سياسية للإنجاز، لأنه لا يعقل السيد الوزير أنه الطريق الساحلية جاية من طنجة وغادي حتى وصلت للأكادير وتقطعت وبدات من طنطان حتى الحدود ديال موريتانيا، وبقات المنطقة ديال أكادير ومنطقة ديال سيدي إفني حتى لطنطان ما فيهاش طريق اللي هي ساحلية. السيد الوزير، اليوم سيدي إفني تغلي، هناك احتجاجات اجتماعية، وهذا الاحتجاج الاجتماعي اللي كان اليوم وغادي يستمر سببه هو الغياب ديال مقاربة تنموية. الناس اللي خارجين للشارع تحتجوا وهازين عنوان كبير اللي هو التشغيل بدون إيجاد الصياغ ديال تنمية المنطقة، وهذا الصياغ ديال المنطقة ما يمكنش تتم إلا بفك العزلة. القدر ديال هذه المدينة أنها جاءت في واحد المنطقة اللي هي شي شوية جانبية، ولكن الإرادة، وحنا كنخاطبوكم السيد الوزير ومن خلالكم الحكومة، وحنا واثقين بأنه إذا كانت إرادة سياسية ممكن لها الطريق الدوز، خصوصا أنها كانت محل تعاقد اللي هو واضح وباين ومعد في إطار البرنامج التنموي ديال. شكرا محترم. شكرا. كلمة للسيد الوزير للرد، تفضلوا. لا، أولا باغي هذه مناسبة، يعني ماشي فقط لأن الناس كيحتجوا خصنا نستجبوا.
أنه باش يكون الأمر واضح، يعني تستجيب الحكومة والدولة نظرا لأن هناك حاجة، وأكيد أن هناك حاجة، أي باش ما نربطوهاش بالاحتجاج. يجب لا ألا يربط المشاريع التنموية بالمنطق ديال الاحتجاج، وإلا ما غيكونش منطق هادئ عاقل رزين عادل يهدف، باش القضية تكون واضحة. المسألة الثانية سياسية. الاحتجاجات في البلد ديالنا الحمد لله عندنا دستور وعندنا حرية الاحتجاج، لكن هذه مناسبة نقولوا أن الشعب المغربي الذي يحتج بطريقة حضارية أن يحذر من المتسللين إلى الاحتجاجات لإفشال هذه المطالب الحضارية والتوافق اللي يمكن يكون في البلاد ديالنا. وأنا أعني ما أقول، الاحتجاج ما غيلغي حتى واحد، المطالب ما يلغيها حتى واحد، ولكن هناك المتسللون اللي ما باغينش هذا النوع من الاحتجاج الحضاري ولا هذا التوافق مشاو للمغاربة أنه ينجح. المسألة الثالثة، إذا كان هناك تعاقد أمضت عليه الحكومة لا بد سنلتزم، لكن هذا التعاقد فيه مقاربة تشاركية حسب المعطيات اللي عندي، بمعنى فيه مساهمة لوزارة التجهيز والنقل، مساهمة وزارات أخرى، مساهمة المجالس المنتخبة، باش الأمر يكون واضح. لأنه واحد عدد المشاريع كتكون بها الدولة مركزيا، ولكن كتقوم بها أيضا الجماعات المنتخبة. ويمكن لي نقول لك كان عندي اجتماع مع الوكالة ديال تنمية الأقاليم ومشروع متكامل ديال البنية التحتية، وحنا جاهزين إن شاء الله باش نتعاونوا في هذا المجال.